أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. ويا بيغمر شديدة شدوشة داود بيغمر شديدة تعدو ويتكتشر شرمتك الجبال والطير يسبحن مع داود وتوجيه ذلك. لم نشي حوزرشي داود بيغمر ثاني تسبيح دي الشغل تاو داود بيغمر زبور دوش تنتح تسبيح تار دي الشغل يموضو تنحله دوت سقوين التسبيح مودو متدوت سقوين بعد إذا تسبيح وقيتر دات سورة حلة وين بيلقل دوقك. ومن روعة جمال الصوت داود عليه السلام أنه لما كان يذكر الله ويسبحه كان يتأثر ما حوله من الجبال والطيور. داود بيمري عليه السلام أز خلرن تو ديل حخو تشينح تو الله دال تسبيح دي تشينح اشتو زبور دوش تشينح تنقون دعدروش دلهمن تأثير أثر خلوش خلب وقتو لم نشي حوزر شي فكانت تسبح معه تنسان تسبح دور تالبوه. الجبال الصم والطيور البكم تسمع تسبيحه وتتأثر به. لم نش من الجمادات نيدشوا لأنهم شوكش شين خرج محيق ألد الحوزي داتسا داود بيهمرا تسبيح ديشين نحتنا أثر خليه وتردده من بعده تنتحى أول شلير ترباخ. ولا يستغربن أحد هذا الكلام فقد جاء في صريح آيات القرآن تسمى ولله قيم إلى بون القرآن تعدي عنده هربا. قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وسخرنا مع داود الله بتسخير من الله بأمر من الله هذه الأمر إذا لم نشي حوزي داود بأمر تسبيع داش ترشال. سخر الله الجبال والطير وأمرها أن تسبح مع داود عندما يسبح الله وأن تشاركه هذه العبادة. التسبيح داش ترشال عبادة داود بأمر ثاني دي الله هذه الأمر در إذا لم نشكا حوز شكا. والجبال خاضعة لأمر الله خضوعا تسخيريا لم نشاء الله هذه الأمر متعدو تنفذ أمره ولا تتمرد عليه دي الأمر قوش داش دال دعال دولش داتش. ولهذا قامت بالتسبيح مع داود عليه السلام سندي داود بيمرس تسبيح دور تارباخ. والطير عابدة لله تعالى بلغة خاصة الله عن عبادة داش حوزيدو شيء مطبلش وصوت معين شيء أزدلش تنفذ أمر الله ولا تتمرد عليه الله دي الأمر قوش داش دال دعال دولش داتش. وقد تلقت أمر الله بالقبول الله دي الأمر إلى تقوبل دينا قوش ديرتار. وكانت تشارك داود عبادته وتسبيحه داود بيمر داشت عبادتي تسبيحي تنزداء لوش در إشبه. لم نشي لغة خاصة تسبح بها الله رغم أنها جمادات نقدر شو حصدوشم شو يول شيحة لم نشأ شي قاستا تسبيح داش درش. نحن لا نفقهها به ويقيتش تسبيح دات به لم نش داش تسبيح ضلاح حوزي يقيهما ملخوهما تسبيح داش شلهما تسبيح داش يدقي هما يو تنها ويقيتش دات سنداج الله دال خبوه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن باخ ورخستي قال لي لتا إذ ورخستي قنا لتا عمال دولش دلهما الله دال تسبيح داش دال حقوش.
وإن من شيء إلا يسبح بحمد تسعهما مدات الله ديل خاصة بيش خاصة برس تسبيح ديش بيا ولكن لا تفقهون تسبيحهم بوويق دلع شو تسبيحه تقيتك إنه كان حليما غفورا. الله ديل شيء يوقع حليم الذي لا يعجل عقوبته هون بيقم به هون تعذر ده سيختلو شوي هون خنلو شوي جوز حليم كيد مرزوبه وقدو غفور جاتش ديا شو إذا أحتوب دي هون كانوا عشان جاتش ديا شوي جوز. فالآية في أن كل من في السماوات السبع والأرض يسبح الله أو يسبح لله سواء كان مخلوقات عاقلة أو مخلوقات غير عاقلة أي استقلح لا تاحة حيقل دولو شمهولي لدوش هولي لشايد ددقي هما الله دل تسبيحة ديش يبوخك. فما من شيء في الوجود إلا يسبح بحمد الله. وحتى لا نسارع بالإنكار بوه ويتأنكر له يسيخ تدلت عام بوتوه بحجة عدم سماعنا لصوتها ليلا وين متخذت وتسبيع داش ويتسألت عم الله دالت يحيى ولكن لا تفقهون تسبيحه سير تسبيع شو تقيت الله ويتقيتر وين تخزر الله تسبيع داش ياتسولي لياتسوي إداش سير تسبيح دبو وشويقه يهم شي ويشاددي هم قلا ورشور الله خلج نسمع صوتها لكن لا نفقه لغتها أو لا نسمع صوت الجمادات ولا نفقه لغتها لأننا لا نفقه إلا لغتنا نحن البشر. أز خز شم وين بوه دلحت الموتغا أقوين أز تخش وما غو تخش شما وين دلحت تسبيح تدويز وين لموت تبويز وين هندا وين أدمش غوش ويبيوش بروش بو موت بي وين تخا أدير مصو موت وين تخا. وعدم فقهنا لأصوات هذه المخلوقات وتسبح لا يعني أنها لا تسبح لهقوة. وي أزنش تقيتر مخلوقات تسبح وتقيتر بالله تسبح تدبو ذات إذا والله تعالى أعلم. فلماذا لا نجعل تسبيح المخلوقات الحية وغير الحية من حولنا من هذا الباب إذا ويا إذن وبما أنها وردت في آية صريحة في القرآن فيجب أن نؤمن بها ونسلم بمدلولها. قرآن تحوين صراحة بالقل قيقن حق الخلجة ويا تيش ديشهم جدوش ويقابل دنا ثلاث ديشهم دوش ونقول بما قالت به ذال الديسكوي لقد أمر الله الجبال والطير أن تسبح مع داود عليه السلام. الله دا لم نشكا حوزشكا أمر دير داود بيمر استسبيح ذا الله إديل أمر قوش دير اقتار وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين الله وإياه داش درش الله آية تويس. وإذا كانت آية سورة الأنبياء قد أخبرت أن الجبال والطير كانت تسبح مع داود فإن آية سورة السبأ قد أخبرت أنها كانت تؤوب معه. انت حويدش درشت الآية تاع إزلام نشي حوزر شي داود بيغمر والتسبيح وقال لح ومتح داود بيغمر تحية تو قالت تنتح أورش در إردا ليونا وينس تؤوب بوغ ترجع تردد تح أذرت بوغ. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أي أوبي معه والطير أوبي رجعي تحي رددي بو ما عنده اسم. أمر الله الجبال والطير أن تؤوب مع داود عندما يسبح تو تسبح دشين تح آلي الآل وأوبي فعل أمر دو بوخك الماضي منه أوبي أمر دو تنغدرش دو الماضي أمر بابليتين نكوين ماضي دعيغن زاميو أوب بوخشتي حد يحكن دواره ومعناه رجع وردد أي ردد الصوت تؤلق يؤالرتار تحي آلرتار وأعاده كما سمعوا شين مخزر يؤالرتار. قال إمام ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة سبأ ابن كثير سدوت
آية تفسير ديشا. يخبر الله عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين. آية هو آية دالة وين داود بايمن شادل دولشتو نعمة يلي ولشتو الله فضل يتقوى. وجمع له بين النبوة والملك والتمكين. هل دي زريزة بايمرال دلتن بتشحل كل دلتن إزلات خليفة نايس تويست مصو تن أمر شق دولش مصاري لجوه نيتس بولش شوارت إسكر دوتن بو. وما أعطاه ومنح من الصوت العظيم سلو صونخ الله ذا الخز أزدر لتنا كان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات قلت أغدر درسول شو ضب هرلات ستوش هرلات شو درسول هرلام نشتن تسميع ديشا. وتقف له الطيور السارحات شي خريط لوش آردر درسول حوزي تنساني ستاسة والغاديات الرائحات وتجاوبه بأنواع اللغات جواب الورد سارباخ. ومعنى قولي أوبي معه أي سبحي معه تنساني تسبيح دي المعنى ديقنا وين ابن عباس مجاهد سي إشي أوتشو. وفي هذا نظر بوهقوة للاحا يسبعي معه بوه تنقحا جملا لغة أوبي بوش دقة رجعي رددي معني حليل وش دقوة دبوتوا إزغول دبوتوا تحر آلر دوي رجعي معه مسبحة يعني مسبحة تسبيح ديش حولها تحي آل. وهذا معناه أن الجبال والطير كانت تنتظر داود أن يبدأ بالتسبيح فإذا سمعته يسبح أوبت ورجعت ورددت معه. معا موخون يا جبال أوبي معه والطير بوغا داود بايمر آلت سو برضو آلت شو تيحتون تيحي سو آلت جوا آلت سارع معا دورو تسيقع بوغ. الإخبار عن تسبيح الجبال والطير معه في 3 صور. سو ديش لام نشي حوزرج ديش دول تسبيح كاسورة حقنا وين بوغ. واللطيف في أخبار القرآن عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام أن هذا الإخبار جاء في 3 صور. الأنبياء بوغ سورة شوحي، سبأ بوغ سورة شوح، صاد بوغ سورة شوحي. أما أنبياء سورة شوح وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ويديتن دولش دول آية دو إذا داود بايمرتا لام نشكا حوزشكا تسبيح دي ال تن متعدلش تن أمر ديرة. وفي سورة السبأ شوحا يا جبال أوبي معه والطير انت وديوش دولش دول آية دو إذا أمر دو إذا نبس لتسن حوزشكا لام نشكا الله هير. أي أن تسبيحها كان تأويبا وترجيعا وارتديدا تحورش الليل. أما في سورة صاد سورة شوحة واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب محمد بيملك حاوي دقوا إتسانة حاوي شيلي داود ذا الأيد نتس بولش إنه أواب الله ديلي ورش ديلي توب ديلي دائما ديلي ورش ديك لي ور إزالي. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي عيرنا سورنا داود بايمر زبور ديوشينا داود بايمر تسبيع ديشان تنزاني تسبيع ديشا. والطير محشورة يعني محشورة بوغا تعني مت قلدل تعني ديشدو سارزة كل له أواب شا درجيه حوزري إلام نشي داود بايمرنا متح دق تنق دورش دق المعنى دول تجح كل له أواب إرش إشت داود بايمري إلام نشي يحوزي شادر دقيه الله دال متح دلش الله ديلي دورش دو الله معني دول تجح والله تعالى أعلم. الحق حلغر معنى ديكنا هوقنا انت ديوت ويز. أخبر الله أن داود ذو الأيدي بوغ كيوش دل شو بوغ دات أيدي شكيوش مدي أيد ألش يا دوش ألش إذا نتس ذو القوة نتس بل شو بوغ دوس
ذو الأيدي أي ذو القوة، ونتكلم عن هذا المعنى في المبحث القادم إن شاء الله. يتن معنا ويتأذو شرشان يحيوتلي رشان مبحث يحيوتلي ويبوخ. أن إنه أواب الحقنا أي هو الرجاع إلى الله. داود بيغمر الله أوابه الله ديلي ورشو إذا دال سيخ الله ورش توب ديشة تنمتع ورشلي. أما لم نشي حوذي أواب دوش دلح داود بيغمر يلا مي عندي هكنا وقاحة معنى دولكن ويحال دول شولا معنى دولكن. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطيرة محشورة. العشي بوغ وقت السماء سوري خانيو عند غروب الشمس ما جبو الشينة. والإشراق على وقت الصباح عيرا يلوش عند شروق الشمس ما الحال شينة. ما الحال بولش ما جبوش. أذكار السماء والمساء أذكار الصباح والمساء عيرا الناس عيرا نادي أشتغلوا ذكر شدي تندر تخين شو عندر ديك دوش. لقد سخر الله له الجبال وجعلها مسبحة في الصباح وفي المساء. لمنش سلم أي داود بغمن متحدنا تنتان عيرنا سورنا تسبح داش حولها دير إيش. وحشر له الطير حشر بوقت عن تقول دير وجعلها تسبح وهي محشورة في الصباح والمساء أيضا. إيش تتعلمت عيرنا سورنا تتعلمت تقول دير حوزي دربوغ تنتاني تسبيح داش. يعني عن متشر ديلي وين يسبحن بالعشي والإشراق بوش درش دول آياتير. محشورة أقو حال أي حال كونه محشورة قول دل دبو قول دل حولي حبوغ دقس شاشة ديل ذات صان مت قول دل دل حولي ح در إي حوزي ألا ما عندي أكنه قوين. الجبال والطير أواب لداود الأواب إذا معا ذاك روي معا إذا روي. داود يصنع الدروع الحربية. الدرع كالتشوجيو تيم يحتيو شو تكون تخش بالبخنخي هم نحضر ويشجول شو هم شوش. إذا داود بيمر شكيو جيش خليه. هون دارج إيشك داود بيمرنا الله دال متعدين هلا إيشك خو ويش غلطوا. وهي طبعا إيشك تعمير هم لال وديس. تسأل ثاني لال وديش دوتش. إذا دال إيشك تن متعدين خلا. إشت سليمان بيمن تست متعد اختر ميج. داود يصنع الدروع الحربية. بما أن داود عليه السلام نبي ملك بيغمر وإز بتشع وإز جمع الله له بين النبوة والملك. إذا وجاء شيء دلة دال فقد زود بالوسائل التي تقوي سلطانه. إشي بتشحل أغدى الشيء نيعش دلة بو وتشد ملكه. وأخبرنا الله بأنه شد له ملكه وشددنا ملكه أي تنبتشحل أغير أوغا. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حكمة كيتم مودرست هيقل علم وفصل الخطاب ناغن وعقل يردوي إذا خأرتن. قال ابن كثير وشددنا ملكه بوغي جعلنا له ملكا كاملا لك كاتشن بولش بتشحل قلدرتنجح من جميع ما يحتاج إليه الملوك. بتشح شيك حشت ميل دولش دولهما داود بيمن دال دل ليرك بوغ إذا. قال مجاهد كان داود أشد أهل الدنيا سلطانا. أو دنيا أهلا قاح أقرأ شو بتش حلقة الشيء قاعد دولش بيجا داود بيمر مورهم بوتوا. هيئ الله له الملك والسلطان وأنشأ له الخلافة وأوجد له الدولة فأسس أول خلافة إيمانية. إيمان دولشير أقر حلق يلشون خلافة داود بيمر يا خلا أي نم يسنك والله تاعها الله ديل الشرع ثاني حكم ديش قال ليش. معنى وصف داود بأنه ذو الأيدي. ذو الأيدي هذا معنى هدو بوه كاحا يوي ما ألرا يوي كإيديخ تدي ترخى. ذو القوة شيء نتصبر شو بوه ذو الأيدي بوه ذو القوة في العلم والعمل يعني
علما قح عمل قح عبادة دريح شو ورزة علما قح شو ورزة قي مجاهد بوشو ذو القوة في الطاعة الله ذال متأخر ريح شو ورزة ما عندكنا إيش هذا معنى الشاء تنزدوش معنى شدو والله تعالى أعلم. ذو الأيدي داود لا يأكل إلا من عمل يده ودلالة ذلك أو تنحضر اللي عدو تردوية. وبما أن داود كان ذا أيدي وقوة أيدي ألشا أيدي تجاحي وزنادو وشتوز نتبو وقدوزة إشتي نتبو لشخلتش فقد حرص على أن يكون له عمل يعمله بيده ستر ورئزة شيء عمل خليت شينا شا غلق داشة ليأكل منه شيء كيوج ديكنا بيدوش وش بتشعوز يمصهم شيء قاعد شو إذا راح شيء كيوج ديكنا دو يقاحك ديكنا بيدوش خلاوات يتون قاح يقر يدرو عشير خلقتن كالتشوكش. وبما أن داود كان ذا أيدي وقوة فقد حرص على أن يكون إلى رواية. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخاري زديت حديث ظهر إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده داود بيمر مواتر عن الشيك يديك بيدوش يعني. إن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده وهذا من مروءته وشهامته وقوته عليه السلام إذا تنقون خلر دو إزباطه بحيث يرفض أن يكون حالة على غيره تنقيتن كو شاخئة عتل أردو إزباطه يعتمد على غيره في كسبه ورزقه وأكله شيء يؤشر من تحي شيء رزقا دائما تنقيتن تتوجن واتزا شا ديكنك بيدوش واتز بوضو إذا خزغر لك دو إذا تيجي قاح دولش دول. وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بداود عليه السلام في ذلك تلسو نخت إتوما تيحا داود بيغمرخا شيء مثل دي لقى كان بنا ويجوي بيمرو صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط بوسوء خير من أن يأكل من عمل يده تعلق ورتم شا رزق دال رزق قيوجو هم قال رمياتا شيكوغي يكن شلا غولي أي شيكوغي يكن تقول شيء كي شلا دقو غولي يعنتن بوقدو إذا. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده داود بيمن مصر وعلى وين أي سنها وين ويجا مصر يزبوه إذا. وقد استجاب أصحاب رسول الله لهذا التوجيه النبوي ديل إلتشن عليه الصلاة والسلام أصحاب رضي الله عنهم إذا ديل إلتشن وشايدين دولش الأمر شين بلبلش وقيت محايته يقوش باش مبرعونش فكانوا يحرصون على أن يكتسبوا ويعملوا حمل ستر برش يحرصون حرص يلش برش قحيقا بوغبا شريط صلخا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة زيتنا وين بخاري حديث دوالة كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم بالله برش قاعد برش يعني. ومن عظمة شخصية داود عليه السلام أنه كان يحرص على أن يعمل ويكد ويكسب ليأكل من عمل يده مع أنه ملك خليفة ويا حقنا ويألا ويجمعا. حين قدعة ألان الله لداود الحديد إيش كميت عدد حقير ويا إزدو تقوى وين. ماذا كانت مهنة داود؟ جوز الخير طبوه التي يأكل من كسبها جوز الثاني تو شريط دوقش. لم تكن مهنة فردية بقصد العمل والكسب شين بالكاتش حلوكش دا ترئتون إقابة أختو وجني المال والمتاع شي تباغم قلب ماذا ترون تنبوغ. إنما كانت مهنة تخدم أمته وتقوي دولته. أمة خدمة ياشي أمة غلق ياشي شي بتشعل ياشي. لقد اختار داود عليه السلام العمل الذي يقدم خيرا لأمته شي أمة بيد بير بولش العمل يرتو خيرنك. وهذا يتفق مع قول
إذا الله دير دش دوغش دوز وشددنا له ملكه بألك دري وي لقد ألان الله الحديد لداود عليه السلام داود بيمان إيشك متعديد تالا كيد دريتن ويلورتن ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد بوغا إيشكتنا لين كيد متعدلش تو نقطن ويلور يلوش اشته دير بوغدو إذ الله هو الذي ألان الحديد من بين يديه فكان يتصرف فيه كما يشاء بدون جهد ولا مشقة كحيوكش دوتش تيلتين دوخ دغيرش دوتش لقد كان الحديد معروفا قبل داود عليه السلام ايتشكم دويش مدريبو داود حلغ داود خلي ايتشك دويش در لكن كان استعمال الإنسان له قليلا محدودا أدمو إليدر تكيزك بيدات تركبه أما داود عليه السلام فقد هداه الله إلى اكتشاف مناجم عديد مناجم بوغ أي أماكن الحديد استوشنيك رودنيك ايتشك دول يلوش المتقي إذا يل متق كريورتنا أحكتشو سونخ ايتشك متعدرتن بوغ وجعله طوع يديه أرجع فكان يصنع منه ما يشاء شيء ويورثه وألنا له الحديد أرجع تشلت يحوين دوتش دقت ويدرو شموغ يور الدوتس شموغ الله ويدوتس ألجا درو شيء كلشو قلت أم بتشين هتأيدو وش دوغر دوس ده لحداود بيمر زامنا حائز أجر حلقة ينق إيو ألاها دوين أو جينوا أك شاتي باخر لاتنش هدقي ذي هذا أول شغل لاتنش لغر أكوارت كاتشلتسا دلقي ذي هذا أول شغل انت أكوارت كيوكش هاتسو كيوكش الله أعلم كيوكش تيحا دوس دلقي ذي هذا أول شغل لاتن إذا ديت اللي لشغل لاتن خلا يزيد تخلاش أك ديت تاني سيحت شولي أك حلا شويتن كل تشدوي غوشة تيسن دولا دقي تغلقش بقشق بير بولش سريلات يحشق بير بولش يو تحليل وخلخ دولش قلت كي جي تغلقش جم لا تعدل خيدر دولش كيبر يا تكيبر خلدوش يا تي جويت وين إلشة انت عوديوش دولش دولا أمت تعدوش دوين إما عندها الوش أي وألنا له الحديد أن يعمل سابغات واسعات شير بوغدو يخي يلش يدي يلش وقدر في السرد سردة حلق غوشة تيسلو قدر بوغة بارم يشبه بارم بيه بوغدو وقدروها تقديرا دو صورة إنسان شو جلس من شو ملوش دولش دول ملري بيلبولش بول كده أهملش يسو دير دوش يا يوشر دوتش ديلا حكيت امر درس الخيتر دوتش كي برخر درس لقي يزمن شو يحون بيش بولش بولبارم بقز سكيب برا وقدر في السرد اتشي من الدرو عشان يوش بولش بولا بارم يحداش خلت وش واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير يعني انت هر هقونك دقدوش تعاوية هون ديال شوية كي خانيوس ديره ان شاء الله الأحوية يغرك ياحا مع داود في حكمته وقضاء تون علمات كي تمي تو كي يري تنغلي تدوتر دوي إن شاء الله تعالى طبعا أوقات دوي والحمد لله رب العالمين